السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، وحشتوني. الأول هنصلي ونسلم على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل كوسة بالبشاميل، صينية كوسة كده من بتاعة العزومات والمناسبات بالبشاميل. معايا لحمة مفرومة، معايا كوسة، معايا فلفل ألوان، معايا بصل، معايا طماطم. أول حاجة بقى كده هنعصج اللحمة بتاعتنا. معايا الحلة على النار فيها شوية زيت أو معلقة سمنة زي ما بتحبي، وهنخرط البصل بتاعنا كده في الكبة وهنضربه. صينية بقى كوسة ما اقولكوش، طعم وجمال وحلاوة ما فيش بعد كده. ضربنا البصلة بتاعتنا، نضرب الفلفل بقى بتاعنا والطماطم وهنضيفه. صراحة يا جماعة يعني ما اقولكوش تنفع فعلا في العزومات. يعني حاجة قيمة وحاجة فخمة ان انا احطها على الصينية حتى في عزومات رمضان، في العزومات العادية. جميلة جدا. كده ضربنا الطماطمايه والفلفل احطها، اقلب بس كده كمان تقلبتين ولا حاجة. شوية فلفل اسمر، انزل بقى كده بالفلفل والطماطم. مش عايزة تحط طماطم ما تحطيش، ده حاجة ترجع لك انتي. حط شوية ملح بقى كده. خلاص دبلت معانا. هنزل باللحمة. معلش كنت انا اللي بصور برضو في نفس الوقت، الكاميرا هتلاقيها مش مظبوطة بس شوية. اكمل بقى بقية البهارات بتاعتي. انا كده نزلت باللحمة، اكمل البهارات معايا بقى ايه. حبهان بودر، معايا قرفة، معايا بهارات لحمة. عايزة تحطي السبع بهارات برضو انا حطيتها، يعني اللي انت عايزاه. اقلبها بقى واسيبها ايه مع نفسها كده تستوي. وتعالى نشوف هنعمل ايه في الكوسة. الكوسة برضو مش بقولكوا التصوير مش قد كده، بس يعني احنا بنخرطها حلقات باين يعني. شيل الحتة اللي تحت والحتة اللي فوق وخرطها حلقات. معايا الطاسة بقى احطها على النار بمعلقة سمنة او شوية زيت. هنزل بالكوسة بتاعتي، شوية فلفل اسمر بقى كده، واقلبه شوية ملح صغيرين. ما تكتريش الملح على الحاجة لان كل حاجة محطوط عليها ملحها، يعني اللحمة فيها ملحها، ودي برضه هيبقى ايه شعرة ملح برضه، والبشاميل هيبقى فيه ملح. انا نقلتها كده على عينتنا. وتعالى نعمل ايه البشاميل. معايا كام معلقتين زيت او 3 معالق ومعلقة سمنة بلدي كده، وانزل بشوية الدقيق. يعني قيمة 3 معالق دقيق لان انا حطيت بالمعلقة الكبيرة. قولي 3 معالق دقيق. وقلبي بقى. حسيت ان الزيت قليل او السمنة زود. انا حسيت هنا ان هي قليلة، حطيت كمان شوية زيت صغيرين. واقلب واحط البهارات بتاعتي. شوية فلفل اسمر، وشعرة قرفة بقى انا بحبها على البشاميل. انا جبت الكوسه اهي قدام حضراتكم عشان تشوفوها. انتي هنا ايدك في قلبها بتقلبيها اول باول. هنا البشاميل بتاعنا ننزل بقى باللبن. خلي سمكه كده يكون حلو. ايه بقى شويه ملح. هنزل بقى بشعرة القرفة. دي شعرة كمون صغير. هتحط كمون على ايوه حط كمون، شعرة كمون صغيرة مش كبيرة، وهتلاقي طعمها جميل جدا. خلاص كده البشاميل بتاعي كده جاهز اهون. الكوسه بتاعتي بقت حلوه وزي الفل. تعالوا بقى يلا نشوف هنعمل ايه. خلاص البشاميل بتاعي اقفل عليه. معايا صينيه بقى، هي ما تدهنيش، هي الكوسه فيها الماده الدهنيه بتاعتها. افردها كده واظبطها. مم.
اللحمة بتاعتي، سويها حلو كويس لو في فراغات، وانزل باللحمة بتاعتي بقى. سويها كويس. بيسموها صوان الملوك. صينية فعلا طعمها جميل، عيالي كلوا منها كتير بصراحة، حلوة. ننزل بقى بالبشاميل بتاعنا. انا عايزاكم بس تجربوها يا جماعة وتحطوا اللايك بتاعها. لو عجبتكم قولوا في الكومنتات رأيكم، او قولوا رأيكم حتى لو ما عجبتكوش. شوية بقى ايه بشاميل، جبنة موتزاريلا كده، كانت متلجة ساعتها، عملتها بالسكينة كده. هنقف؟ لا هنتصرف. الفرن بتاعي طبعا والع، هحطها في الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. ودي شكلها بقى بعد ما طلع، شفتوا شكلها جميلة جدا. بالهنا والشفا حبايب قلبي. طعمها حكاية. يا ريت تجربوها وتقولوا رأيكم فيها. شكرا.